انا هادو مغاربه والله ما فهمتهم. عندهم واحد الزهر يهرس الحجر، حجره يشقها، هذا زهرهم. الزهر تاع تونس كمل لهم راهم يخسروا، داوها مغرب. الزهر داوها مغرب ودعم من الحجره الحيط يشقها هذاك الزهر. الله يبارك لهم ويبارك لك. راهم في المركز السادس بسبب البرتغال كي دارت التعادل. خطرت لا هوند كي خسرت كلاسيتو سيتيام، وهذه خطره البرتغال دارت التعادل كلاسيتو سيتيام. ثم بلا ما تلعبوا كنت كلاسو، بلا ما تلعب ما يخدموش كاع رواحهم والو ما يخدموش رواحهم والو. راكم يعيروا روحهم والو. الاخرين يديروا النادي يخسروا هما يطلعوا. بريزي خطره جايه تخسر مع هايتي هادو يولوا سانكيام. الله يبارك، الله يبارك اولاد عمي، الله يبارك. راكم في عامكم، راكم في عامكم، معليش خدموا راهي ليكم. حاجه غير متوقعه الدراري. تصور تكون جالس تسمع انت وليتي السادس، انت وليتي الخامس، انت وليتي الرابع، انت وليتي التالي. شوف الكبير كيبقى كبير، انجازات هي كتجي عندنا. شوف والله المنتخب المغربي ما بقاش خصو يدير واحد ليفور باش يولي يدير انجازات سبحان الله. هي اللي كتجي عندنا، هي اللي كتسيبورتينا، هي اللي كتعطينا التفاعل، هي اللي كتطلعنا بوحده، هي كتبغينا. شوف حنا يدراوش ربي اللي باغينا. البارح ضربنا ب6 الجزائر والسنغال، واليوم المرشبة السادسة والستة راه معقده لي البشر. فيف لو روا محمد سي. تعادل البرتغال ضد الكونغو واسبانيا ضد الرأس الاخضر يا اخوان. نزل تصنيفهم في التصنيف العالمي. هذا التصنيف الحالي الارجنتين الاول وفرنسا صارت الثاني واسبانيا صارت الثالث وانجلترا ماني عارف الحين بعد فوزها مع كرواتيا ممكن تطلع الثالث الله اعلم، لكن هي الى الان ثابته في الرابع. البرازيل صارت الخامس وموروكو المغرب يا اخوان صارت السادس والبرتغال نزلت السابع. يسعدك لما تيجي تشوف منتخب عربي من ضمن افضل المنتخبات في العالم. راهم يتسلقوا ويحلقوا الجيران، راهم سيزيام عالميا. وقال لك باسكو طبلتها البرتغال طبلتها مع الكونغو داروا الجيران راهم سيزيام عالميا. عشان تعرف الفرق بين المنتخب المغربي وبين المنتخبات العربية الثانية والمنتخب المغربي واصل لوين، شوف الصورة هذه الصورة لجيلين خلال 4 سنين. خلال كم؟ 4 سنين، ترى مو مدة طويلة، 4 سنين. اللي فوق عندك جيل 22، هذا الجيل محقق رابع العالم، انت متخيل انه ما استدعوا الجيل 26 الا 9 لعيبة فقط من الجيل هذاك. 17 لاعب جديد، 17. تتكلم عن عمود فقري كامل متغير. شوف الصورة، ومو كلهم اساسيين ال9، ترى اللي لعبوا المباراة فقط 4 لعيبة من الجيل القديم، حكيمي، بونو، صابيري وناحية فقط. جيل جديد كامل. شوف المعدل أعمارهم، هذا معدل أعمار لعيبة منتخب المغرب المستدعين. يعني أنت متخيل شايل لعيبة خبرة مطيرهم وجايب بدالهم لعيبة شباب في مكتمل العمر، 18 سنة، 20 سنة، 21 سنة. والله العظيم أكاديمية محمد السادس حالات. يعني تماك تغفل عليهم تبهم مول الارجنتين وفرنسا على حسب الشوفه. يربح اسكتلندا ويزيد يربح هايتي، نورمال سيبو 4 في لوموند. وتوعنا مازالهم يتصوروا مع ميتي. احنا تزادينا قواه واحنا ما طلبناش القوه، احنا تزادينا قواه. الله السيرة بزاف السي. معلومة على السريع، المغرب اليوم ولا هو السادس عالميا، احنا هما السادس عالميا. الآن الهدف هو المركز الخامس مبدئيا، هذا الهدف الأول يعني لمعادلة رقم نيجيريا عام 1994 كأفضل فريق أفريقي يحصل على تصنيف في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم. التصنيف طبعا يعني في ناس تعتبر أنه ما مش كثير معبر أو له أهمية كبيرة مقارنة بالبطولات والإنجازات، ولكن يبقى ذو أهمية كبيرة لأنه يبين كمان حجم التطور الموجود عند هذا المنتخب، حجم النتائج الإيجابية اللي عم يحققها، وبالتأكيد حضوره على المستوى العالمي في المحافل الدولية. وجوده واسمه بصير له هيبة خاصة، له وقع خاص وله مكانة خاصة. حبيبي دور يا تاريخ، تغير المعطيات، كلنا نعيش على أمجاد البرازيل اليوم. المغرب هو من يصدر السحر بنكهة مغربية عربية إفريقية. هذا هو الإبداع.
المروك في 2022 بالك صح كانت حصان اسود تاع المسابقه، بصح في 2026 انا راهي بينت لي مرشح فوق العاده. هنا تفهم باللي هذيك 7 ولا 8 بلاص تاعهم في ترتيب الفيفا ما جابوهاش هكاك برك. وفي الكوب دي موندي في الماريكان ما كان تقول لي لقجاع وزعما كولاسه وما كان لا كولاسه لا والو، النيفو باين فوق التيران. صراحه تكتيك عالي، لاول مره نشوف البرازيل تدافع والمغرب مسيطر على كل شيء. الله وعلي تكمل يا رب. هذول ابطال المغرب كهرمان. الله يا المغرب، الله يا اسد الاطلس. ما شاء الله تبارك الله، منتخب عربي يا جماعة يصل إلى هذه المرحلة ما قد شفناها بتاريخ كرة القدم. هذا الشيء غير مسبوق على الكرة العربية. عاد تعادل المنتخب البرتغالي مع المنتخب الكونغولي في المباراة الافتتاحية لهم يا اخوان بكأس العالم. المنتخب البرتغالي يهبط إلى المركز السابع في التصنيف العالمي، والمنتخب المغربي يصعد إلى المركز السادس فوق المنتخب البرتغالي. وأنا بعد لو بيدي المنتخب المغربي ينحط توب 3 أقوى المنتخبات في العالم.